الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم أما بعد، فتعالوا بنا إلى الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه، حين قال له الصحابة: يا رسول الله حدثنا عن نفسك يا رسول الله. بماذا أجابهم صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى عليهما السلام ورؤيا أمي التي رأت نور خرج منها فأضاء منه قصور الشام. عليه الصلاة والسلام دعا إبراهيم عليه السلام بالنبي: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فاستجاب الله دعاء إبراهيم عليه السلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية ولده إسماعيل. وبشرى عيسى عليه السلام الذي قال لبني إسرائيل: مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. بشر به عيسى صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما ذهب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلى النجاشي في بلاد الحبشة، ماذا قال لهم؟ قال النجاشي رضي الله تعالى عنه: مرحبا بمن جئتم من عنده، أشهد أنه رسول الله والذي نجده عندنا في التوراة والذي بشر به عيسى، والله لولا ما أنا فيه لذهبت إليه وحملت نعليه ووضعته بيدي. النجاشي يتحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام لأنه يعلم بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما جاء وفد النجاشي إلى رسول الله قام بنفسه ليخدم هذا الوفد، فقال الصحابة لرسول الله: يا رسول الله نحن نكفيك، اقعدوا احنا نخدمهم. فقال لهم: لا، لأنه كان لأصحابي من المكرمين. وانظر إلى هذه الرؤيا التي قالها النبي عن أمه صلى الله عليه وسلم: ورؤيا أمي التي رأت. هذه الرؤيا قالها أهل العلم، صح الإمام الألباني، أحاديث صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عند أمه حليمة التي أرضعته، وكان معه أخ له من الرضاعة، وخرج بالبهم يعني بالغنم ليرعى بهما. فقال النبي لأخيه: يا أخي اذهب إلى أمنا فأتنا بزاد، فليس معنا زاد، احنا معناش طعام، ارجع لأمنا فأت لنا بزاد. فذهب وترك النبي عليه الصلاة والسلام عند البهم يعني عند الغنم. انظر ما الذي حدث. قال صلى الله عليه وسلم: إذ أقبل علي طائران كأنهما نسران فأقبلا نحوي، فقال أحدهما لصاحبه: هو ده؟ قال له: نعم. قال: فابتدراني وبطحاني على القفا، نيم النبي عليه الصلاة والسلام على ظهري. قال: ثم شقا بطني فاستخرجا قلبي، فشقا، شق قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فاستخرجا منه علقتين سوداوين
ثم قال له ائتني بماء وسل، فغسل به جوفي. قال ائتني بماء برد، قال فغسل به قلبي. قال فأتني بالسكينة فذراها في قلبي. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال اوزن، واحد بيكلم الثاني، الملكين يعني للنبي، قال اوزن. قال فوزنني ب1000 من أمتي. وضعوا النبي في كفة و1000 من أمة النبي في كفة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فرجحتهم، كفة اللي فيها النبي هي اللي طبق، حتى أنني أشفق أنهم يخرون علي، خايف أن هم يقعوا على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمته لرجح بها. ثم قال له حص، يعني خيط الايه؟ الشق اللي انت شقه لي النبي. ولذلك كان سيدنا أنس في رواية البخاري يقول إني لأرى أثر المخيط في صدر النبي عليه الصلاة والسلام. قال فحاص يعني خيطه، ثم ختم بخاتم النبوة. ختم النبوة دي قصة معروفة نتكلم عنها. وبعد كده قال ثم تركاني وانصرف. قال فقد فرقت فرقا، يعني النبي خاف عليه الصلاة والسلام باللي حصل. قال فذهبت إلى أمي فقصصت لها الذي حدث. فقالت لي السيدة حليم أعيذك بالله الواحد. ثم رحلت رحل، عملت الجبل بتاعها أو الحمار بتاعها، ثم وضعتني أمامها، ثم ذهبت إلى أمي فقالت لها قد أديت أمانتي وذمتي، خدي ابنك اهو، أنا أديت الأمانة بتاعتي. أم النبي عليه الصلاة والسلام تعجبت لسبب، لأنها لما أرجعته بعد السنتين في الرضاعة جاءت إلي فأخذته مرة ثانية، أنت في إيه التقديم ودلوقتي بترجعيه؟ فقصت عليها الخبر، حكت لها اللي حصل. انظر إلى أم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت. قالت لها لا تخافي فإني رأيت حين حملت به نورا خرج مني فأضاءت له قصور الشام. أم النبي حكت كده. وفي رواية تانية أنه حدثت أنها قيل لها إنك حملت بسيد هذه الأمة، فإذا نزل إلى الأرض فقولي أعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد وسميه محمدا صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله اتقوا الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرفه أهل الكتاب، ولذلك لما ذهب دحية الكلبي رضي الله عنه إلى هرقل عظيم الروم بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي أرسل كتاب لهرقل محمد رسول الله عز وجل إلى هرقل عظيم الروم. انظر ماذا فعل هرقل. كان هناك أبو سفيان بن حرب، وده عبد مناف الجد الرابع، يبقى جده ويبقى ابن عم النبي، وكان على الشرك. فقال بترجمانه سلهم أيهم أقرب نسبا بهذا الذي يزعم أنه نبي. فقال أبو سفيان بن حرب أنا. فقال له سله من أي الناس هو، هل هو ذو نسب من هنا يعني من أصل؟ فقال أبو سفيان بن حرب نعم هو فينا ذو نسب، ده من أفضل عائلات مكة النبي عليه الصلاة والسلام. فقال لترجمانه قل له سألتك هل هو فيكم ذو نسب؟ فقلت نعم. كذلك الأنبياء تبعث في نسب قومها، ولذلك كان هرقل من أعلم أهل الأرض، هو وضغاطر وصاحب الرومية، الثلاثة دول كانوا يعلمون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما جاءه الكتاب وأرسل إلى ضغاطر فقال ألا تعلم أنه رسول الله؟ فقتله. وكذلك صاحب الرومية.
ولكنه ضن بملكه، فهم يعلمون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام كما قال القرآن: ومصدقا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا الاسم كان مشهورا به النبي عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، لكن لما قربت البعثة ظهر اسم محمد فسموا محمدا عسى أن يكون نبي آخر الزمان، ولكن هيهات هيهات فكان المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللهم اغفر لحينا وميتنا، وأقم الصلاة.